السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا نعمل مع بعض النهارده باتون ساليه في البيت. سهل جدا بالكمون. معانا هنا 3 كوبايات من الدقيق. طبعا انا بنخلهم الاول. اي 3 كوبايات عندك، اي يعني المهم انت توحدي كوبايه. نص كوبايه من الزيت، ونص كوبايه ميه دافيه وحط عليها الخميره، ومعلقه سكر صغيره. والباتون ساليه بيبقى معلقه سكر صغيره بس عشان خاطر الخميره تتفاعل، لكن معلقه ملح كبيره لان طبعا باتون ساليه بيبقى حادق. بس وشويه كمون. انا هنا بس بحاول اخدم العجينه شويه علشان احس ان هي ملمسها كويس، فانا حسيت ان هي محتاجه هنا شويه ميه، فانا بصي بزودها بالمعلقه، يعني هي خدت مني معلقتين او 3 معالق ميه بس يعني مش اكتر من كده. فطبعا العجينه بتبقى في ايدك، انت بتقدري تحددي ان هي تبقى طريه ومش بتلزق خالص. دول شوية كمون، انا حطيت عليهم معلقة مية، بليتهم كده وسبتهم على جنب عشان بعد كده هفردهم فوق العجينة. وضروري تبليهم بالمية علشان ما يتحرقوش منك. بصي انا بفرد العجينة هنا آه، مستطيل كده. دي احسن طريقة لعمايل الباتون ساليه. ما يتبرمش زي البقسماط. دي احسن طريقة لان الباتون ساليه عايز يكون رفيع، وكمان السمك بتاعه رفيع، يعني ما يكونش تخين. فطبعا دي انسب طريقه ان انت تبططيها كده، وبعدين تبتدي تقطعيها بسكينه او بالعجله بتاعه البيتزا اي حاجه. طبعا الحتت اللي بتطلع شكلها مش متساوي انت ممكن تلميها تاني وتعمليها صوابع تاني، مفيش اي مشكله. بصي بتعمليها خطوط كده وبتطلع جميله جدا جدا زي بتاعه الافران بالظبط. سهل خالص، مفيهوش اي مشكله. ممكن تحطي مع الكمون اللي انا حطاه ده تحطي سمسم، المهم ان انت تحطي وتفرشي بالنشابه عشان يلزق كويس في العجينه. بس بترصيه بقى في الصاج بتاعك او الصينيه بتاعتك، وبتدخليه على في الفرن في النص. بصي انا بوريكي هنا ان ممكن تكملي يعني تجمعيها وتعمليها تاني، مفيش اي مشكله خالص. بس بتحطيها على الصينيه في النص، في نص الفرن، ولو احتاجت الشوايه بتفتحيها شويه. ما بياخدش وقت طويل، يعني تقريبا ربع ساعه بيكون خلص، وممكن 10 دقايق كمان حسب الفرن بتاعك. وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا، وحاجه خفيفه وسهله ومقرمش جدا جدا. بصي هش جدا جدا، وعملناه في البيت بمنتهى السهوله، وجربيه وان شاء الله يعجبك. باي باي.